السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كاملين بكم بخير على خير ويكون نهاركم داز مزيان. مرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي لمسة كيتشن. كنتمنى تدعموني بلايك او سبسكرايب وما تنسوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد. وبالنسبة للناس اللي باقي ما اشتركت معنا في القناة كنتمنى تضغطوا الاشتراك باش القناة ديالنا تزيد تكبر ويشوفوها ناس كتر فضلا وليس امرا. وما نطولش عليكم نبداو الفيديو. ودائما مع شهوة رمضان اليوم بمناسبة ليلة 27 من رمضان جبت لكم أسهل وأسرع طريقة لتحضير السفة المدفونة بطريقة تقليدية وناجحة 100%. الوصفة بسيطة ولذيذة في نفس الوقت. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو 500 غرام ديال السفة، شعرية السفة. غادي نضيف لها القليل من الملح وشوية ديال الزيت العادية، ونحاول ندخل فيها ديك الزيت والملح، ومن بعد نوضعها في الكسكاس ونوضعها تبخر. بالنسبة للمدة غادي نخليها من 20 دقيقة حتى نص ساعة. كل تبخيرة غنبخرها 2 مرات، كل تبخيرة فيها 20 دقيقة حتى نص ساعة. من بعد غادي نجيب 2 بصلات نقطعهم على هذا الشكل هذا. غادي نضيف لها 2 فصوص ديال الثومه، غادي نحكهم بحال هكا. غادي نضيف واحد الضمه ديال الزعفران والقليل من القزبر والمعدنوس والتوابل، نصف ملعقه من السكينجبير ونصف ملعقه من القرفه، نصف ملعقه من الخرقوم. غنضيف شويه ديال الزعفران ونصف ملعقه من القزبر يابس ونصف ملعقه من الابزار والقليل من الملح، تقريبا ملعقه كامله. وغنضيف زيت الزيتون. وغادي نخلط المكونات بحال هكا ونضيف قطع ديال الدجاج ونخليها شويه تحرق. نضيف لها غير شويه ديال الماء باش ما تحرقليش وصافي، ونخليها تحرق على خاطرها. وهكذا كتكون السفه ديالي تبخرات التبخيره الاولى. غادي نحيدها ونوضعها في الكسعه بحال هكا ونحاول نفتحها بهذه الطريقه. من بعد غادي نضيف لها الماء سخون غير شويه كما كتشوفوا، ونخليها حتى تشرب ديك الماء سخون اللي ضفت لها. وغادي نضيف القليل من الزبيب وملعقه كبيره من الزبده، وغادي ندخل فيها ديك الزبيب وديك الزبده بحال هكذا. في الاول كتكون سخونه، غادي نساهم بالمغروفه. من بعد ملي كتبرد كنبدا نفتحها غير بيدي بحال هكذا. كندخل فيها ديك الزبده وديك الزبيب. من بعد غادي نوضعها نرجعها للكسكاس ونخليها تبخر تبخيره ثانيه حتى هي نفس الشيء من 20 دقيقه حتى نص ساعه. من بعد ما طاب لي الدجاج ديالي غادي نجيب واحد الاناء وغادي نفرتت فيه الدجاج بهذه الطريقه هذه. نفرتو على قطع صغيره بحال هكذا كما كتشوفوا الفيديو. وغادي نكمل بهذه الطريقه حتى نسالي الدجاج اللي عندي كامل. من بعد ما كنكمل غادي نجيب الصفه اللي وجدات، غادي نوضعها في القصعه ونفتحها بحال هكذا. غادي نكبها كامله شي كتكون شويه شابره في راسها. غادي نفتحها بحال هكذا بالفرشيط. من بعد غادي نزول شويه، غادي نحتفظ به ونخلي الباقي بحال هكذا. غادي نعملو. من بعد غادي نجيب المرقه، غادي نسقي الشعريه الصفه بحال هكذا الطبقه الاولى.
من بعد غادي نضيف القطع ديال الجداد اللي فرتت بحال هكذا. غادي نضيف نحاول نوزع على طبقة كاملة. من بعد غادي نضيف شعية الصفة اللي زولناها قبل بحال هكذا، وغادي نضيف البيض مسلوق. غنزينها كتزيين، ونضيف المشماش. يمكن لكم طبيعة الحال بالنسبة للتزيين يمكن لكم تزينوها بأي طريقة بغيتو. أنا زينت على هاد الطريقة هذه، نتوما عندكم الاختيار. من بعد غادي نضيف اللوز مهرمش بحال هكذا مع الأطراف. يمكن لكم تضيفوا سكر كلاصي، انا غادي نضيف غير غنكتفي غير بالقرفه واللوز مهرمش. يمكن لكم نتوما تضيفوه. غادي نزينوها بحال هكذا، الطريقه اللي كتجي رائعه في الشكل ديالها. وهكذا كتكون الصفه ديالنا واجده، كتجي على هذا الشكل هذا، كيجي الشكل ديالها رائع وبنينه بزاف، مذاقها لا يقاوم. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش تخلي لي الراي ديالكم في الكومنتير وتضغطوا لايك، وبصحه والراحه.